السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم السفوف بالطريقه ديالي اللي كيجي رائع وبجميع التفاصيل. نبداو على بركه الله. هنا عندنا 2 كيلو ديال كاوكاو رقيق اللي دهنته بالزيت وحمرته مزيان في الفران كيف ما كتشوفوا في اللاطه التحتانيه. صافي كندوزو كناخدو 3 كيلو ديال الزنجلان، واللي بغات تنقص المقادير غدير النص ديال هاد القوام اللي كنعطيكم. هنا كتبقاي ديريه على عافيه مهيله في مقله ثقيله، تبقاي تحركيه تيبدا يطرطق. هنا الكاوكاو ديالنا ها هو تحمر، غادي نقشروه. انا عطيت لولدي كيقشروا ليا، غنقشرو واخا يبقى لنا في الاخر شي وحدين بالقشره ديالهم ماشي مشكل. صافي غادي نقشرو على هاد الطريقه هادي. كيف ما كتشوف راه كتخليوه حتى يتحمر مزيان حتى كيكون تيبان لكم بحال غادي يتحرق، هو راه ماشي محروق، هو غير محمر باش ما يجيكمش من الداخل خضر. صافي كناخذوا هنايا نص كيلو ديال الزريعه ديال الكتان اللي كنقيوها، وحتى هي كنحمصوها في المقله الثقيله. بهذه الطريقه هذه تنبقاو نحركو ما نغفلوش عليهم باش ما يتحرقوش. هنا عندنا النافع، عندنا 4 كيلو ديال النافع اللي كنحمصو فحال هكا. كيف ما كتشوفوا راه كتحطوه على البوطه كيتبدل ليه اللون ديالو، كنبقى نحركو باش كله يتحمر. بعد ما حتى هو نقيته، راه حتى حاجه ما غسلتها، خصوصا في البروده ما كنغسلش حتى الزنجلان. كنديرهم يعني غير كنقيه اصلا. كناخذوا اللي كيكون منقي، ماشي داك اللي تيكون عامر بالزبل، وكنعاود نقيه. وعاد ديك الساعه كنحمرو ونطحنو. هنايا عندنا حبه حلاوه عندي فيها نص رابعه، حتى هي منقيه، وكندوزها هكا على المقله. كنبقى نحركها مزيان حتى كتحمر معايا كامله، كيبقى نفس اللون. صافي كيجي على هذا الشكل. هذا هو اللون ديالو، ما خاصوش يفوت هذا القياس. هذا الا فاتو راه كيكون محروق. والزنجلان ها هو ديالنا كامل محمر كله، هو راه كيبدا غير تيطرطق، يعني ما كيتبدلش اللون ديالو بزاف. هنايا عندنا النافع كيف ما كتشوفوا، ها هو راه محمر مزيان. صافي وغادي نوريكم حتى كاوكاو. صافي هنايا راه قشرت اللي قشرت، وداكشي داك الزبل ديال اللي كنقشرو كنفطوه، كنبقاو نصوصو عليه مزيان حتى كيتحيد. صافي وهذه زريعه الكتان كامله ديالنا كيف ما كتشوفوا راه هنايا راه محمره مزيان. وكنديروا دابا هي الزيت فوق البوطه كيف ما كنديروها. كنبداو نلوحوا فيها اللوز اللي فسخناه قبل. غلينا الماء مزيان وخويناه عليه في شي طاسه، وخليناه غير واحد 2 دقائق. صافي وبدينا كنفسخو فيه. حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. راه عندي هنايا غير كيلو، وكنشفوه فوق من شي دره. يعني الا قدرتوا ديروه في الليل وتخليوه حتى الصباح راه مزيان. صافي كنديروه في الزيت تكون بارده، وكنبقاو نخليوه حتى كيبدا يطلع دوك الكشكوشات ديال الزيت. صافي كنبداو نحركوه، ما غنحيدوش من حدا، غنبقاو نحركوه حتى كتشوفوا. انا نوريكم كيفاش غيولي اللون ديالو. انا صورت لكم بلا ديك اللعيبه اللي كنصور بها باش ما يعطيكمش الضو بزاف وتشوفوا اي حاجه كيفاش كتكون. دابا هذا راه مازال غنخلي ليه يزيد غير واحد شويه كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نحيدو. كنبقى نحرك على هاد الطريقه هادي باش كله كيتحمر، كيجينا تحميره وحده. واخا يبانوا لكم شي وحيدات بحال هكا راه محمرين زايدين ماشي مشكل، ها هو الخضر وها هو المحمر كيجي على هاد القياس. عندنا هنايا 4 كيلو ديال الطحين، حيدنا غربلنا وحيدنا داك اللي تحرق وصافي كيبقى كامل. هنايا زرعت الكتان كنطحنها على هاد القياس هذا، كنطحنها كامله مزيان كيف ما كتشوفوا. ندوز الكاوكاو اللي غير كنهرمشو. ها نتوما تشوفوا كندير غير هكا، كنعفط واحد 2 3 ونحيد. كيجي غير بحال هكا، هو اللي كيعطينا ديك التقرميشه في السفوف. ها نتوما كتشوفوا واخا يبانوا لكم شي وحدين صحاحين غير خليوهم. هنا اللوز ديالنا اللي قليناه كامل، غادي ندير النص ديالو تقريبا كامل في مع التخليطه. راه كنخلط انا في البانيو باش كيجيني ساهل نعلكو مزيان. والنص اللي بقى لينا راه غادي حتى هو غادي ندير ليه غير واحد 2 3 بحال هكا، غير يتهرمش. وغادي نلوحو من الفوق واخا يبقى فيه شي حبات صحاحين راه مزيان. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. هنا عندنا النافع. النافع غنطحنوه مزيان. ها نتوما تشوفوا ماشي هذا تغسلت مونينيكس عاد رجع باش ما يلصقش ليا في داك الزيت ديال اللوز. هادو غنخليهم اخر حاجه حيت كيبقى الريحه ديال النافع وحبه حلاوه كتخلي الريحه في مونينيكس. ها نتوما كيف ما كتشوفوا طحنتو مزيان. وعاد غادي نغربلو، راه هو اللي باقي عندي صحيح، وكنغربلوه ضروري هو وحبه حلاوه كيدوزو في الغربال. عاد كنضيفوهم. هاد الشيء دابا اللي بقى صافي غنحيدو.
انا صورت معاكم المراحل كاملين باش حتى حاجه ما تجيكم صعيبه. صافي غادي ندير حبه حلاوه حتى هي، ها هي كيفاش كتجي. هنا قبل ما نطحن ما نغربلها، هنا منين تغربلات هادشي غنلوحو. بطبيعه الحال اللي بغات تدخل داكشي في الخبز ولا كتصايبي شي حاجه اخرى ما تلوحوش. المهم انا ما كنجمع داكشي كنلوحو، انا ما غندير بيه حتى شي حاجه مازال. هنا غادي ندير القرفه، دايره هنايا 3 المعالق تقريبا ديال القرفه. انا ملي كنبغي نهز كتمسح ليا المغرفه، داكشي علاش غنزيد واحد شويه. نتوما غديروا قياس 3 ديال المغارف صافي، معالق كبارين. غنغربلها حتى هي كيف ما غادي تشوفوا معايا. راه كنحاول انا كنزرب لكم الفيديو شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ولكن في نفس الوقت بغيتكم تستافدوا، لان كاين بزاف ديال الناس اللي كيعرفوا المقادير ولكن تجيهم بطريقه صعيبه. ما كيعرفوش واش صافي بركه على هذه تحمرات، واش صافي بركه على هذه واش تطحن، واش تغربل ولا ما تغربلش. داكشي علاش هذا الفيديو درتو لكم فيه طريقه مبسطه. هادشي السكر كلاصي هنا عندي كيلو، داكشي اللي بقى لي غنحيدو. هنا درت قبيصه ديال الملحه صافي. هنا كنبداو نخلطو، انا كنخلطو هنايا في الاول غير بالمعلقه باش ملي كندير فيه الزبده والزيت كيجيني ساهل في الخدمه، احسن ما نخليوه حتى نخوي عليه عاد ديك الساعه نبقى نخلط. ها انتما كيف ما كتشوفوا ملي كيتخلط راه كيجي كامل مرمل. والطحين راه كنديه في الفران، ما كنحمروش انا في الدار. في الفران كيجيب لنا تحميره زوينه احسن ما كتحمريه انت في الدار. يعني كتبقاي تحمري شويه بشويه، ما غتجيبيش قياس واحد ويقدر يتحرق معاك. اي حاجه تحرقات كتخلي المذاق ديالها. هنا عندنا الزنجلان اللي كنلوح النص ديالو، غنلوحو صحيح كيف ما قلت لكم. راه عندي 3 كيلو ديال الزنجلان، النص غنلوحو صحيح والنص غنطحنو مزيان. ها نتوما تشوفوا معايا طحنتو مزيان على هذا الشكل، ها هو صحيح وها هو مطحون، يعني راه باين الفرق كيف كيجي. كنطحنوه حتى كيبقى يجينا هكايا مرمل. عاد غادي نخلطوه مع المكونات اللي درنا في البانيو. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كله محمر. هدا 3 كيلو ديال الزنجلان. هنا غنديرو عندنا يطرو ونص ديال الزيت، يطرو ونص ديال الزيت غنديرها في كوكوت على عافيه مهيله، وغادي نخليها الزيت تسخن. هانتوما غتسمعوا الصوت ديالها تبقى تسخن ديك الزيت مزيان. غادي نضيف ليها ديك الزبده. شحال عندنا ديال الزبده؟ عندنا كيلو ديال الزبده 6 سيال، يعني الزبده اللي غتكون مزيانه. نتوما شوفوا نتوما على حسب، ما بغيتش نعطي السميه ديال الزبده باش ما نكونش ندير لها اسهال. صافي غادي نخليوها حتى غادي تدوز معنا مزيان، وبقينا كنبقاو نحركوها بحال هكا. وغادي نديرها نوازي. هنا غنبقى نحركها حتى تولي تتحمر معنا. راه دابا كتشوفوا في الفيديو ولكن راه ماشي محروقه، راه غير محمره. نتوما تشوفوا كنبقى نحركها. هنايا راه ديك الرغوه ديالها طلعت كامله الفوق، كنحيد ديك الرغوه شويه ونخليها. هنا راه ولات نوازيط، راه كاين راه ماشي محروق، يعني راه ما كاينش المذاق ديال الحريق. هنا صافي كنبقى نخوي شويه بشويه وانا تنحرك. كتبقى عيني ميزاني. الا جاتكم الزيت ناقصه شويه، لكن عندكم الطحين كيشرب، غتخليو واحد شويه ديال الخليط اللي درنا، غتخليو واحد شويه هو الاخراني، وغتزيدوا فيه شويه ديال الزيت وشعلوا عليه البوطه عاوتاني غير واحد شويه بيد ما طابت غير ديك الزيت. وغادي تزيدوا تخويوها، ولكن انا متاكده يطرو نص ديال الزيت مع كيلو ديال الزبده راه كيجي تبارك الله في هذا القوام كيجي نيشان. بالنسبه للوز راه لا جاتكم كيلو ديال اللوز قليله، يعني انا كنجاوب الناس اللي كيقولوا كيلو ديال اللوز كتجي قليله، راه ما كتجيش قليله. انتم كيف ما كتشوفوا، لان راه تبارك الله المكونات كثارين. وداك اللوز راه النص كنهرمشوه، النص كنخليوه صحيح راه كيجي باين وكيجي كامل فيه. ولا انت بغيتي تزيدي راه كتزيدي. اللوز كيبقى اختياري، بغيتي ديري حتى 10 كيلو راه ماشي مشكل. فهمتي؟ يعني داك اللوز راه كيبقى غير باش كنعمروا به وباش كتحسي بديك التقرميشه زوينه. المهم هذا اللوز هذا الناس اللي ضايقينه عندي راه عارفين كيفاش كيجي زوين بزاف بلا ما نشكرو. وهذه هي الطريقه بسطتها لكم، وهادو هما المكونات اللي كنستعمل انا. وفي نفس الوقت اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، لان كنديروا حتى كوموند، كنديروا للناس حتى كوموند. يعني تبارك الله كيتمشى بزاف خصوصا في ايامات رمضان، وراه كيجي زوين. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ولا مازال ما فهمتش شي حاجه تكتب لي غير تخلي لي في كومونتير، نزيد نشرح لكم شي حاجه لما فهمتوهاش. ها انتم كيف ما كتشوفوا كيجي بحال هكا. هنا دابا راه يلاه ساليتو، هنا كيجي بحال كيبان لكم يدم. هنايا ها هو
كيف كيجي التعليكه ديالو كتجي زوينه، كيجي لذيذ وصحي وزوين. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبصحه وراحه ورمضان مبارك سعيد.